والتوتة لازقة على الكرسي. الحل الوحيد انك تخس هو التمشية. ايوه التمشية، الحاجة اللي الناس كلها كانت فاكرة انها ملهاش لازمة وفجأة بقت ترند وكل الناس بقت بتعملها الفترة الأخيرة. بس تعرف ايه اللي مضحك؟ ان التمشية موجودة من ايام الفراعنة وما قبل الفراعنة حتى. بس زمان الناس كانت بتتحرك كتير، انما دلوقتي شغل على كراسي، قاعدين في العربيات، قاعدين على مكاتبنا، كنب، تلفزيون، اسانسيرات، وحياتنا كلها بقت تفخيد والتوتة لازقه على الكرسي. وعلشان كده اول ما الناس بدات تتمشى شويه فعلا لاحظوا ان في فرق في الوزن وفي الحرق وفي النفسيه وفي شكل الجسم حتى. بس هنا بقى في ناس فهمت الموضوع غلط. يعني حد هيقول لي يا باشا انا بتمشى كتير طول عمري. يا حبيبي في ستات وامهات بتنزل السوق 3 4 ساعات وشايلين حاجات كتير وبيفضلوا يتمشوا، ورجاله كتير شغلهم عباره عن مشي بس ومع ذلك مش بيخسوا. يا ترى ليه؟ لان التمشيه لوحدها مش سحر. المعادله بسيطه جدا، حركه زي تظبيط اكل. الناس اللي بتتحرك طول اليوم فعليا بيحرقوا كتير، ولو اي حد بيروح الجيم يتمرن ومظبط اكله ويعمل نص خطواتهم بس هيعمل جسم تحفه. لكن المشكله ان اغلب الناس اللي بتتحرك كتير اكلهم كارثه، يا بياكل اي حاجه طول اليوم يا ما بياكلش خالص وفاكر نفسه كده هيخس اسرع، وبالليل يفتح التلاجة ويخش براسه فيها. وانما بقى في الناحيه التانيه في ناس بتتمرن ومواظبه على الجيم ومظبطه اكلها، بس باقي اليوم مفيش كارديو ولا اي حركه بيعمل، سواقه ومكتب وكنبه وتلفزيون. يعني التمرين ساعه و23 ساعه اللي باقيين من اليوم كله تفخيد والمكنه عطلانه. فالتمشيه فعلا من اقوى الحاجات اللي ممكن تساعدك انك تخس، بس لما تتحط صح جوه يومك، مش كانها تعويذه سحريه وخلاص.